يقول هل خلافنا مع أصحاب الفيوش وأصحاب معبر خلاف عقدي؟ نعم خلاف عقدي. إيش هو خلاف فقهي؟ أكيد إنه خلاف عقدي، لكن لا تظن أن الخلاف العقدي خلاص ما لا قلت أنهم يشاركون في الإيمان أن الله على عرشه استوى وأن الله يرى يوم القيامة وأن هناك ميزان وحوض وصراط، كذلك السرورية تشاركنا في هذا، وكثير من الأخوة المسلمين يشاركون في هذا. خلافنا معهم خلاف عقدي، يبغضون أهل الحديث، يحذرون منهم، يحبون الرافضة، كثير منهم يحب الرافضة. إيش هذا؟ ما هو خلاف عقدي؟ سيما من يتابع محمد الإمام في فتاواه أن نستحل دماء الرافضة وغير ذلك، يرى الحوثي ولي أمر، حتى هؤلاء الذين في المناطق الجنوبية ويقول لك نحن ما احنا عند الحوثي، هم يوالون من يعني إلى الحوثي، من يرى الحوثي ولي أمر هم يروح على السنة وعلى الاستقامة. وخلافنا معهم خلاف عقدي وخلاف منهجي وخلاف دعوي وخلاف أدى إلى تحزيبهم وتضليلهم. لا نبقى على ذاك المذهب كل من ليس برافضي سني. ذاك المذهب أدخل الأشاعرة في السنة، وأدخل الماتريدية في السنة، وأدخل الخوارج في السنة، مذهب رديء. السني السلفي الأثري هو من سار على سير السلف في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في معاملته، في منهجه وجميع شأنه. والقصور قد يحصل، لكن السني في الجملة معتقد لهذه الأمور، ساع في تقرب إلى الله بها، وإن وقع عنده من القصور عليه أن يتوب إلى الله.